إذن نعود إلى اللوحات التعليمية. اللوحة التي بعد هذه اللوحة، بعد أن ألف إمامنا الجزري كتاب النشر في مدينة بروسل، ننتقل إلى اللوحة التي بعدها. بعد ذلك سبحان الله جاء تيمور لنج ويعني قضى على مملكة السلطان بايزيد خان، ولكنه عظم الإمام ابن الجزري. فنرى على اللوحة أخذه الضمير راجع للإمام ابن الجزري الأمير تيمور لنج إلى بلاد ما وراء النهر. ما وراء النهر يعني ما وراء نهر سيحون وجيحون في بلاد فارس سنة 805. فأقرأ في تلك البلاد سنين، واستقر به الأمر في مدينة شيراز. سبحان الله، يعني نقله الله رغما عنه من بلاد تركيا إلى بلاد فارس ما وراء النهر، وكانت بلادا سنية في ذلك الزمان، فنشر القرآن العظيم هناك وأكرمه الأمير تيمور لنج. بعد ذلك ننتقل إلى اللوحة التي تليها. حج سنة 23 و800 هجرية، وألف في طريقه منظومة الدرة في القراءات الثلاث. المعلومكم أن الشاطبية للإمام الشاطبي منظومة حوت القراءات السبع، فأحب إمامنا الجزري أن يتحف الذين قرأوا القراءات السبع بالقراءات الثلاث فوق السبع، ليكمل حالهم وليصيروا قارئين للقراءات العشر كلها. فنظم لهم قصيدة وهو في الطريق. يعني انظروا إلى اغتنام الوقت، هو يسير الآن مسافر من إيران إلى مكة المكرمة، ومع ذلك لم يضيع الوقت في الطريق، ولم يقل أنا مسافر الآن لا أشتغل شيئا. وألف لنا هذه القصيدة منظومة الدرة المضية في القراءات الثلاث المرضية، وهو مسافر إلى الحج سنة 23 و800 هجرية. نعود إلى اللوحات، فنرى على اللوحة التي تلي أن لإمامنا الجزري له مؤلفات عديدة هي المرجع في علوم التجويد والقراءات. منها نرى اللوحة التي تليها كتاب منظومة المقدمة في التجويد، وهي القصيدة التي وضع فيها قواعد علم التجويد، والتي سنشرحها في هذا البرنامج بإذن الله. أيضا نرى كتاب تحبير التيسير في القراءات العشر، حبر فيه بمعنى يعني زين وتمم كتاب التيسير لأبي عمرو الداني. أبو عمرو الداني من كبار أئمة القراءة في البيئة الخامسة، ألف التيسير في القراءات السبع، فزاد عليه إمامنا ابن الجزري باللون الأحمر القراءات الثلاث، وسمى عمله هذا تحبير التيسير. ننتقل إلى المؤلف الآخر وهو كتاب النشر في القراءة العشر، وقد حدثتكم عنه منذ قليل، وأنه مرجع أهل القرآن على مر العصور والقرون الستة الماضية. أيضا نلاحظ أيضا كتاب غاية النهاية في طبقات القراء. هذا الكتاب كتاب عظيم جدا يا إخواننا، وأودع فيه إمامنا ابن الجزري ترجمة 4000 إمام مقرئ على مر العصور، من عصر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم إلى عصره هو، إلى نهاية 100 الثامنة. يعني غطى لنا ترجمة القراء 8 قرون، وسمى عمله هذا غاية النهاية في طبقات القراء، فأخرج لنا كتابا ضخما، كتاب مطبوع معروف عند أهل القرآن في مجلدين كبار. أيضا نلاحظ على اللوحة التي تلي ذلك كتاب التمهيد في التجويد، وهذا الكتاب ألفه إمامنا ابن الجزري لما كان عمره 17 عاما. تصوروا، لما كان عمره 17 عاما ألف هذا الكتاب. لذلك فيه مسألة أو مسألتان رجع عنهما إمامنا الجزري بعد ذلك. لا وقت الآن لأن أتحدث عن هاتين المسألتين. ننتقل إلى الكتاب الذي بعده، كتاب منجد المقرئين ومرشد الطالبين، ألفه إمامنا ابن الجزري ليبين للناس أن القراءات الثلاث فوق السبع لا تقل أبدا قيمة عن القراءات السبع، وأنها بمنزلة واحدة، وأن القراءات المتواترة التي وصلت إلينا ولله الحمد 10 وليست 7 قراءات فقط. ننتقل إلى الكتاب الذي بعده وهو منظومة الدرة في القراءة الثلاث،
وقد تحدثت عنها منذ قليل، وأنها وألفها رحمه الله في طريقه إلى الحج سنة 23 و800، وهي في 240 بيتا من الشعر. أيضا ننتقل إلى الكتاب الذي بعده، منظومة طيبة النشر في القراءات العشر. هذه القصيدة من بحر الرجز، نظمها إمامنا ابن الجزري رحمه الله في 1000 بيت من الشعر، أودع فيها القراءات العشر التي أودعها في كتابه النشر. إذن نظم إمامنا ابن الجزري القراءات العشر التي أودعها في كتابه النشر، نظمها في منظومته طيبة النشر في القراءات العشر. ننتقل إلى الكتاب الأخير في اللوحة التي بعد هذه اللوحة، وهو كتاب غاية المهرة في الزيادة على العشرة. أودع فيه القراءات التي فوق العشر، وهي كانت في عصره وصلته 3 قراءات، منها القراءات ال3 فوق العشر. وهذه القراءات لم تعد متصلة في عصرنا، لأن أسانيدها قد صارت تروى آحادا، فلم تعد متواترة، لكن هذه القصيدة موجودة ومخطوطة، ونسأل الله أن يهيئ لها أيد أمينة تحققها. بعد حياة حافلة في خدمة القرآن العظيم، تأليفا ونشرا وتعليما وتحقيقا للمسائل. يعني يا إخواننا، كل علم من العلوم فيه أئمة نقل يعني وظيفتهم ينقلوا ما فعله من تقدمهم إلى من بعدهم، نقل. وهناك في كل علم أئمة محققون عليهم مدار العلوم. هذا الأمر نجده في الحديث النبوي الشريف، نجده في الفقه الإسلامي، نجده في التفسير، ونجده أيضا في علم التجويد والقراءات القرآنية. فإمامنا ابن الجزري رحمه الله ليس إماما عاديا، هو مرجع أهل القرآن، وهو المحقق للمسائل التي تشعبت فيها الآراء واختلفت فيها مذاهب الأئمة القراء. فنجد أن المسائل المحققة التي يبين فيها الوجه الصحيح في كتابه النشر في القراءات العشر. هذا الإمام العظيم رحمه الله أمضى عمره في خدمة كتاب الله عز وجل، تعلما وتعليما وتحقيقا ونشرا وتأليفا. وبعد حياة حافلة نلاحظ على اللوحة التي تلي هذا أنه توفي في مدينة شيراز في 5 من ربيع الأول سنة 33 و800، وكانت جنازته مشهودة. وهذا المنظر الذي ترونه من مدينة شيراز